سمعوا اخوتي هذه القصه هذه والله العظيم الا غادي نتعرقوا. ديال واحد المغربي شنو عيطرا ليه مع واحد السعودي، وشنو عطر الاسره ديالو هنايا في المغرب وليداته. وهذه القصه اللي خصنا نعتبروا منها جميعا ونشوفوا قدره الله سبحانه وتعالى. واحد المغربي هاجر للسعوديه هو صغير، وخلى مرته ووليداته ساكنين مع الدار ديالو مع مو وباه وخوتو كبار، وخوتو صعاب، وحتى مو وباه صعاب شويه. ومشى مسكين كيخدم في السعوديه كيدير سائق، وهو اصلا حلاق، كيدير سائق وكيحلق لذاك السعودي لوليداته، وتيدير جارديني وعنده مهام كثيره جدا. ودوز سنين طويله مع هذا السعودي هذا، وكان تيعتبر داك السعودي كالاخ ديالو. ودوك الوليدات ديال دوك السعودي هو اللي رباهم معاه، كبروا على يديه وتيقولوا ليه عمي محمد. يعني واحد العلاقه اللي ولات هذا المغربي مع ديك الاسره السعوديه اللي علاقه اخويه كبيره بزاف. وهذا السيد محترم جدا. وهذا السيد هذا ملي كان تيخلصوا السعودي، هذا المغربي تيقول للسعودي عطيني غير طريف جزء من المبلغ ديالي والاخر خليه لي عندك، وتيصيفط لوليداته المصاريف، ديك الفلوس اللي غتغطي ليه المصاريف، وتيعاون امه وباه. وما تبقى من المبلغ مبلغ مهم تيخليه عند السعودي. السعودي قال لي نحل لك هنا في السعوديه الكونت ديالك. المغربي قال لي لا، انا عندي فيك ثقه وفلوسي خليهم عندك. ودوز معاه سنين طويله اخوتي، سنين طويله حتى السيد كبار مسكين كبر. واحد النهار مرض، ومني مرض قال للسعودي قال لي غادي نهبط نطلع على الوليدات ديالي. والسعودي قال لي لك غادي تهبط وانت مريض نجمع لك فلوس كامله هبطهم معاك. وهذا السعودي كان انسان خير ود الخير جزاه الله خيرا. هذاك المغربي قال لي انا ما عنديش كونت في المغرب، وانا خايف نصيفط لمرتي الفلوس، وكاين خوتي تما وخوتي صعاب، وما عرفتش مرتي الظروف ديالها ما خليني نمشي بعدا نطلع عليهم ويكون خير. هذاك السعودي قال لي سير، قال لي من هنا 15 يوم غادي نرجع. مشى داك المغربي مشى لعند الاسره ديالو باش يشوفهم، هو مسكين كان مريض. وداز 15 يوم ما عيطش السعودي، انقطعت الاخبار. ودا الشهر الاول والشهر الثاني ودار الشهر الثالث، وداك السعودي دخلوا الشك قال كيفاش هذا السيد مسكين رزقوه عندي وهو امانه، وهو مشى يشوف وليداته ويطمن عليهم وهو مريض، وما عادش تواصل معايا. ويهز التليفون وعيط ليه في الرقم ديالو اللي كان تيتواصل معاه فيه. ومني عيط ليه جاوبوا واحد الصوت اللي ماشي هو. قال لي انا السعودي اللي في كذا اللي كيخدم عندي. قال لي قال لي شكون انت؟ انا بغيت فلان. قال لي فلان راه مني نزل من السعوديه باسبوع مسكين راه توفى، كان مريض وتوفى. داك السعودي قال الله اكبر، انا لله وانا اليه راجعون. وما جبد ليه حشت الفلوس. وبقات يهضر معاه وقال لي دوز لي، وحتى عارف عنده الاولاد قال لي دوز لي ولده الكبير نهضر معاه. هو يدوز لي ولده وتاكد بانه فعلا توفى داك المغربي، وعزاه. ومني عزاه قال لي ودوز لي الام ديالك نعزيها. هو يدوز ليه الام، قال لا 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 لاباس بخير كي دايره البركه في راسك. مسكين بقى كيطمنها وكل شيء وما جبدلهاش حس الفلوس وقطع التليفون. وهذا السعودي كيقول لك انا خفت نجبد الفلوس لخوتو، وانا ما عاود يعاود ليا ما العلاقه ديالهم خايبه مع خوتو. واصلا هاد الفلوس اللي عنده ديالو اللي عندي هنايا راه من حق الورثه، من حق وليداته ومرته، ماشي من حق خوتو. وما بغاش يجبدهم حتى لولادو. وبقى كيفكر ودوز واحد المده وهو يعيط لمرته. وقال لي بقى تيهضر معاه وقال له شوفي، قال له الراجل ديالك قبل ما ينزل راه كان تيجمع هاد السنين كامله وهو تيجمع عندي الفلوس، ودابا انا بغيت نعطيك الفلوس. وهي بقات كتبكي عليه المراه. قالت ليه راك جيتي في واحد الوقت اللي راني كنعاني فيه، راه جامع لي حوايجي وراه باغيين يخرجوني من الدار، لا خوتو ولا والدي كلهم مكرفصين عليا وباغيين يخرجوني من الدار، وانا ما عندي فين نمشي وعندي وليداتي. وهذاك السعودي بقى فيه الحال. قال لها شوفي اعطيني العنوان وانا غننزل. وعطاته العنوان. وفعلا هذا السعودي كان واحد الراجل اللي طيب وراجل حر، وهبط داك النصيب ديال داك المغربي اللي مات مسكين. وتصوروا شحال ديال الفلوس، 90 مليون. 90 مليون هو كيجمع فيها داك المغربي مسكين. وهبط هذا السعودي وشاف داك المنظر بصح، لقاهم مكرفصين وباغيين يخرجوهم من الدار. ومشى مسكين كيجري معاهم وشرى لهم دار سفلي وفوقي ب 65 مليون، سفلي وفوقي، ولتحت كراجات السفلي وفوقي وعاد كارسونير الفوق. وفرشها ليهم وشاطت تقريبا 20 مليون. عمر جوج حوانت لوليداتها وقال لهم شوفوا ها هما الحوانت، خدموا على امكم وخدموا على راسكم وكونوا رجال. وباكم كان رجل صالح وكان رجل طيب، وسنين وهو معايا بحال الاخ ديالي، عمره ما هز العين ديالو في المراه ديالي، عمرني ما شفت منه شي حاجه خايبه. وربى معايا الوليدات ديالي وبيديه كان تيحسن ليا وكيحسن لوليداتي. وكان نعم الاخ، كان نعم الاخ. والله سبحانه وتعالى شوفوا كيفاش هيئ السيناريو ديالو، كيفاش جمع الفلوس، وكانه بحال كان عارف بانه نهار اللي غادي يموت
دارهم وخوتو غادي يبغيو يجريو على وليداتو على مرتو، وهذيك الفلوس هي اللي غادي توقف معاهم بقدرة الله سبحانه وتعالى. وشوفوا هذا الرجل كان طيب وكان رجل صالح، وكان ابوه صالحا، وكان رجل طيب وكان تيجمع فلوس وحتى مات. وديك الفلوس اللي كان كيجمع بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا السعودي صدقوا دايرين الدار ديالهم، وصدقوا دايرين المشروع، وصدقوا خدامين على راسهم، ومستورين بقدرة الله وقوته. والله العظيم. وهذا الشيء كامل منين؟ الا جينا ناخذوا العبره من الصلاح ديال ذاك الاب. هذا الاب كان اب صالح، كان بار بوالديه تعاونهم وبار بمرته ووليداته، ولكن كان داير حساب للزمان، لانه كان تيشوف في الوضع عندهم في الدار ديال خوته ووالديه ما زوينش مع مرته ووليداته، ومات. وديك الفلوس اللي خلا بفضل الله هي اللي سترت ليه الوليدات ديالو، والفضل ديال ذاك السعودي الطيب. والله العظيم ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. والله العظيم لا اثرت فيا هذه القصه هذه، اقسم بالله اثرت فيا والله العظيم. الحمد لله مازال الخير في الدنيا، اللهم لك الحمد. كنتمنى خوتي تاخذوا عبره من هذه القصه. دائما احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساوش يا الاخوان تابوناو في هذه القناه باش يبقى يوصلكم الجديد ديالنا ملي نحطوا شي فيديو يوصلكم نتوما الاولين، وتشجعونا الاخوان الله يرحم الوالدين، راحنا محتاجين الدعم ديالكم. بغينا هذه القناه نوصلوها 3000 مشترك الاخوان في اقرب وقت ان شاء الله.